ضيفتنا اليوم من فلسطين ومن مدينة الخليل وبالتحديد دورة من دورة الخليل. اللي بحبها في قصيدة باسم دورة. كتبت عن دورة قصيدة جميلة. أنا بحب دورة، أجمل أرض في الدنيا ومن فلسطين. أنت كتبت قصيدة عن دورة، حافظة بعض أجزاء منها؟ والله هو مع امتياز الجبن. طب ولا يعني بس عن دورة؟ عن دورة، عن كل الأشياء اللي صارت. كتبت خرائط الوريد ناصر حميد وعن طيب خديجة، هي دورة كم قرية تابع لها أو كم خربة؟ 140 يمكن أو 130. ناس بيقولوا 99، ناس بيقولوا 130. كثير في خرب، يعني ضواحي فيهن بشر. طلع لفوق خديجة، طلع لفوق. فيهن بشر عايشين. طيب 140 خربة دورة، حافظة بعض الخرب، أسماء بعض الخرب؟ في بيت عوة. بيت عوة مشهورة. مشهورة، في السر، في خرسة، وفي طاوات، وفي المجد، في كثير بلدان وقرى صغيرة جميلات فيهن سكان قليلين. طلع لفوق يا خديجة، فوق فوق. سكان أقلية بس في تكاتف وفي تعاون معهم في تجديد. هسه خربة قلقس تابعة لدورة؟ قلقس. قلقس تابعة لدورة. تابعة لدورة. عمرك رحتيها؟ بنروح عليها، بس أنا عمري رحت على القرى تبعتنا، عشانهم كلهم بيجوا على البلد، على دورة، على المدينة بيجوا. زمان فيش سيارات؟ زمان كان سيارات فيه بس أقل يعني. أنت درست بأي مدرسة؟ مدرسة دورة. أنا درست مدرسة مختلطة، أولاد وبنات. بعدين انتقلت على مدرسة بنات. ولكن خديجة طلع لفوق، أنت عملتي توجيهي صح؟ كم كان عمرك في التوجيهي؟ في التوجيهي أول مرة قدمت كن 1942 و 74 76 77 78. وفي 5 حزيران 1975 و 74. وبعدت إلى قطاع غزة يوم الامتحان بالضبط. حرمت من تقديم الامتحان. كنت عليك توجيهي وأبعدوك إلى غزة. كم كان عمرك وقتها؟ مضربة عن الطعام. 74 سنة كان عمرك 74 سنة؟ نعم. طلع لفوق يا خديجة، لفوق. يعني أنت عملتي توجيهي وعمرك 74 سنة؟ وكنت متشجعة أدخل الجامعة. أي جامعة؟ جامعة بير زيت. بتمنى لو تتاح لي الفرصة الآن، رغم إني تعبانة جسمانيا، ولكن يعني أتمنى أقعد في جامعة بير زيت، لأني كنت نشيطة وأروح عليها دائما. تشجيع وتضامن مع الطلاب النشيطين والأذكياء. يعني لو الآن يطلع لك قبول في جامعة بير زيت بتروحي؟ بروح، لأنه العلم ملوش عمر. العلم مستمر باستمرار، ما دامت استمرت الذاكرة فالإنسان جاهد يقدم إشي. وكل ما كان مثقف ومنفتح، كل ما كان نجاح للأجيال. كل ما بلاقيني طالب بقول له في أي صف وقديش عمرك وشو محتاج انتي. في طلاب علمته باثنين بيقولوا لي يما. واحد في ترقومية اسمه فهد كامل عوض، في واحد في يطا اسمه بهاء. بفتشوا علي لأني دورت عليه ورجعته من المدرسة. وأنا الآن وين ما كان بفضل أدور على اللي تاركين المدرسة عشان يرجعهم على المدرسة، يقروا في المدرسة ويكاوي. يعني أنت بتأيدي العلم بالحياة؟ العلم بشكل مطلق مش معقول يعني. تحب العلم؟ أي ظرف لا يمنع أنك تستمر في العلم، وإذا لم تستمر لم تنجز شيء. وإذا استمر في العلم أو القراءة أو الانفتاح فهو إنجاز فكري ثقافي استراتيجي من الدرجة الأولى. نعم. يعني الآن لو يطلع لك قبول في جامعة بير زيت بتداومي؟ طبعا، ولو إني تعبانة بس بداوم، مستعد أداوم في أي وقت.
الله يعطيك الصحة والعافية. بتمنى يا ريت والله، لأنه بنغمس الواحد في حياته كإنسان، بظل إنسان مستمر في وجوده في ثقافته والانفتاح. شو رح تدرسي لو سمحوا لك جامعة بير زيت تدرسي؟ بدرس اللغة العربية، وإذا ما صح ليش لغة عربية، لأنه حسب قدرة الإنسان. بقرا جغرافيا لأني بحب الجغرافيا، مادة الجغرافيا. بحب الأساتذة اللي علمونا كانوا مع الجغرافيا، كانوا رائعين، يركزون على محبة الوطن. إن شاء الله خديجة أنا وياكي بدنا نسجل 2 في جامعة بير زيت إن شاء الله ونكمل. إن شاء الله. والله بير زيت إنها شرف إنك كنا. أنا بحب طلابها، بحب موظفيها، بحب اللي بيروحوا عليها زيارة، بحب اللي بيأيدوها وبيتبرعوا لها. بير زيت شو عليه.